السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات اللي موجودة على سفرتنا اسبوعيا في الشتاء هي العدس. اكلة كده لذيذة وبتدفينا، وشوربة العدس ممكن تكون موجودة على السفرة من المقبلات بشكل يومي كمان. اي بنوتة داخلة المطبخ جديد اتفرجي على الفيديو للاخر وهتعملي ألذ شوربة عدس ممكن تدوقيها. لايك وشير ويلا بينا نبدأ. عندي نص كيلو من العدس الاصفر، غسلاه كويس قوي لحد ما المية تنزل منه نضيفة. هصفيه وهستخدمه. ضفت العدس في الحلة وهنزل عليه ب2 لتر مية فترة، وهرفع الحلة على نار عالية واسيب العدس يغلي. واول ما يبدأ يغلي كده هشيل الرغاوي اللي هتظهر على الوش دي، وهنزل بالخضار بتاعي. عندي طماطمايه وبصلايه وجزرايه وحوالي 5 فصوص من الثوم، وهغطي الحلة واوطي النار وهقلب من وقت للتاني. وفي اي وقت حسيت ان المية مش كفاية هزود مية مغلية عادي جدا. ولما كل المكونات تدخل في السوا هضيف معلقة ونص صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الشطة. وعموما طبعا توابل كميتها دايما حسب الرغبة. وهقلب كويس. وهنا كان العدس والخضار استووا كويس. هحتاج اضرب المكونات ممكن في مكانهم في الحلة بالهاند بلندر، لكن انا بصراحة بخاف على الحلة تتجرح فهنقلها في درق الخلاط. والمهم ابقى متأكدة ان الخلاط بتاعي بيتحمل الحرارة، لو مش كده هسيب درجة حرارة المكونات تهدى شوية قبل ما اضربها. هنا كنت ضفت العدس بعد ما ضربته في الخلاط في حلة، لقيتها هتبقى صغيرة نقلته في حلة اكبر. هخلص ضرب الكمية كلها واقدر ادوق، ولو لقيت محتاج ملح او كمون هضيف. وهقلب كويس قوي قبل ما اقسم الخليط. انا هنا قسمت الكمية اللي عندي بالتساوي تقريبا، جزء هعمله شوربة وجزء هضيفه في اطباق. الجزء بتاع الشوربة هرفعه على نار متوسطة يغلي غلوتين وهيبقى تمام كده. شوربة العدس جهزت، هطفي النار واغطي عليها. والجزء اللي هعمله في اطباق هرفعه على نار هادية. في الوقت اللي هسيبه فيه على النار كسرولة هنزل فيها بمعلقة من الزيت، وهنزل فيها بربع كوباية من الشعرية، وهقلب كويس لحد ما الشعرية تتحمر وتبقى باللون ده. هنزل بيها في العدس واقلب كويس وهيفضل على نار هادية. في الوقت ده كمان كنت مقطعة بصلاية قطع صغيرة قوي، وفي طاسة هضيف فيها معلقة من الزيت وهنزل بالبصلاية هقلبها كويس قوي لحد ما تتحمر بالشكل ده. هشيل منها معلقة على جنب، وباقي البصل هعمله طشة للعدس كده. وهقلب كويس قوي من تحت لفوق واتأكد ان مفيش حاجة لزقت، وهسيبه يبقبق كده ويدفي البيت. ومجرد ما يوصل للقوام اللي قدامكم ده هغرفه في اطباق، وهضيف على وش الطبق رشة بصل من اللي شيلته على جنب. وهنسيب الاطباق تهدى وتتماسك وهتبقى جاهزة للتقديم. ومش ناقص غير اننا نغرف الشوربة ونستمتع بالطعم والدفى. ومفيش مانع كده من شوية توست نحمصهم ونضيفهم للشوربة. اعتقد هي بتتكلم عن نفسها قد ايه هي لذيذة ومغذية، طعمها خطير بجد. هقدم الشوربة والعدس وعيش بلدي. مفيش مانع من بصلاية كده اقطعها 4 قطع بالشكل ده، وهضيف عليها خل. وبالهنا والشفا. جربوه وقولولي رأيكم. وما تنسوش دعواتنا لأهلنا واخواتنا، ربنا يهون عليهم ويطعمهم ويدفيهم من حيث لا يحتسبوا، ويرحم عجزنا وقلة حيلتنا. لو عجبكم الفيديو وشايفين ان المحتوى مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اي جديد بنقدمه. اشوفكم على خير في فيديو جديد.